السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا. معاكم سمية من قناة أكلة وفكرة مع سمية. وحشتوني جدا جدا. بس راجعه لكم النهاردة بفيديو جديد جميل جميل جميل. وجبة اقتصادية لآخر الشهر وزنقة آخر الشهر. ما عندكيش حاجة ومش عارفة تعملي غدا ايه من غير لحمة ومن غير فراخ؟ هنعمل الأكلة الخطيرة دي، أكلة ببواقي التلاجة. بجد مش هتكلفك حاجة. اي حاجة عندك في التلاجة مركونة هاتيها وتعالي ورايا. بس قبل ما نبدأ، يلا اعملي لايك للفيديو وشاركي الفيديو مع حبايبك واصحابك. واللي اول مرة يشوف قناتي، لو مريت بالصدفة وشفتني وعجبك قناتي، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد وحصري من فيديوهاتي ان شاء الله. النهاردة هنعمل أكلة خطيرة. يلا بقى نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. معايا فلفل ألوان، هقطع بقى مكعبات صغيرة خالص زي ما انتوا شايفين كده. هتفرحي ولادك بجد 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 بالأكلة دي. أكلة فعلا بجد بجد موفرة جدا واقتصادية وتنفعك في وقت الزنقة. شايفة؟ هنقطع الخضار حتت صغيرة خالص. اي خضار عندك بتحبي تحطيه، عندك فلفل اخضر، ما عندكيش فلفل الوان حطي فلفل اخضر، بس المتاح عندك حطيه. انا مش بلزمك بحاجة معينة، المتاح عندك حطيه. بس قطعيها قطع صغيرة كده زي ما انت شايفة. دوري بقى عندك في التلاجة على اي حاجة وتعالي هنشوف هنعمل ايه. كده قطعت الفلفل الالوان اهو. هجيب بولة كده وهرفع الفلفل فيها. عندك بقى حتتين جبنة ناشفين كده في التلاجة زي حالاتي، حتتين لانشون، هاتي وقطعي قطع صغيرة كده. اي جبنة متاحة عندك في التلاجة هاتيها. نشفت خلاص مش هتنفع قطعيها كده. اهي دي كانت ناشفة فعلا، محدش كان هيعرف ياكلها خالص. واحط برضو على الفلفل الالوان كله مع بعضه حتتين لانشون كده فايضين، هاتي وقطعي مكعبات صغيرة اهو. قلتلك لا لحمة ولا فراخ، اهي قطعة لانشون بايضة في التلاجة وقديمة، اجيبها واقطعها بالمنظر ده كده واحط كله على بعضه. جبت البولة بتاعتي اهو. عندي كان زيتونتين كمان كده في التلاجة قطعتهم انا، ما كانش زيتون مخلي قطعته انا، وشوية جبنة موتزاريلا كانوا ناشفين في التلاجة قلبتهم على الخلطة. عندك بقى لفة جلاش ناسياها في الفريزر بقالها فترة ونشفت، مش هينفع تتعمل اي صنف ولا تعرفي تفرديها، هاتيها وقطعيها زي ما انت شايفاها كده. او الناس اللي بتحب تعمل الجلاش على قد الصينية وبتقيس الجلاش كده وتقص الدوران بتاعه وتشيلي الباقي، اوعي ترميه، حطيه في كيس في الفريزر ولما نحتاجه هتطلعيه. فرفتيه بقى كده من بعضه وفككيه من بعضه زي ما انت شايفة كده بعد ما نقطع الشرايح. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كده وانتوا بتتفرجوا، وانتوا كمان بتشتغلوا دايما لسانكوا عامر بذكر الله. اهي بتفككي كل الشرايح من بعضها كده، ولا عجن ولا تتعبي نفسك بأي حاجة. هنجيب بقى نعمل التشريبة. هنجيب بضاية، هنحط عليها علبتين زبادي وكوباية لبن ونص كوباية زبدة سايحة او سمنة او زيت المتاح عندك، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقة ملح صغيرة، ومعلقتين قشطة بقى لو عندك قشطة في التلاجة او وش لبن شايلاه بيدي طعم خطير. واضرب بقى كده كويس لغاية ما المكونات تختلط معايا زي ما انت شايفة كده. بس كده تمام. هجيب بقى صينية وهدهنها بالزيت كويس جدا، وهنزل بنص كمية الجلاش اللي عندي. رص كويس وسويه، ما بتضغطش نضغط عليه جامد نعجنه، لا احنا بنسويه بس مع بعض. بشوف الحتت اللي عايزة ازودها بزودها. بعد كده هجيب نص كمية التشريبة وهنزل بيها على الجلاش اللي انا ضفته.
وبايدي كده واشرب الجلاش من التشريبه كده واضغط عليه عشان كل التشريبه توصل لكل مكان. هجيب بقى الحشوه بتاعت دي وهحط كده وهسيب معلقتين على جنب في قلب البوله. سويتها وفردتها. هجيب بقيه الجلاش وهرصه فوق الوش كده برضو واسويه. في اسهل من كده؟ عملت لولادك فطيره شرقي، تقولي لهم بيتزايه، تقولي لهم اللي انت عايزاه، هيطلع زي الفل. سويته. هجيب بقيه التشريبه بقى واصبها عليه كده واشربها لكل الجلاش. وهدخلها الفرن بقى تقعد حوالي 10 دقايق لغايه ما تتشمع معايا كده وتطلع باللون اللي انتوا شايفينه ده. عندي شويه جبنه موتزاريلا كده كانوا في الفريزر، طلعتهم وحطيتهم كده على الوش. هما مش كتير بس بيدوا نتيجه حلوه جدا. طب هتعملي ايه ببقيه المعلقتين الخلطه؟ هجيبهم بقى واحطهم فوق الوش كده بتاع الحشو ده، احطه فوق الوش على الجبنه، بيبقى شكله تحفه. ودخلتها الفرن تاني لغايه ما كملت سواها، وزي ما انتوا شايفين كده بجد بجد طعمها خطير وريحتها خطيره. هسلكها كده من الصينيه عشان اطلعها بره واقطعها. هي سلكه مفيش اي حاجه فيها اهو. هطلعها بقى على البلانش بتاع التقطيع او على اي حاجه عايزه تقطعيها عليها. شايفين بجد شكلها تحفه. طلعتها على البلانشة اهي علشان اعرف اقطعها. بجد شكلها جميل وتفتح النفس وهي كده من قبل ما تتقطع. هنشوفها بقى دلوقتي عاملة ازاي لما نقطعها. بقطعة البيتزا بالسكينة، بمخرطة الملوخية، بأي طريقة تحبي تقطعي بيها قطعي، بالمقاس اللي انت عايزة تقطعي بيه قطعي. شوفوا الجبنة بقى طرية وجميلة وبتمط وحاجة كده تحفة ما شاء الله، اللهم بارك. بجد بجد خطيرة. انا مش قادرة اكمل، انا هطلع معاكم قطعة كده بقى واوريكم الجمال. شايفين؟ واو بجد تحفة. جربوها والله اولادكم هيحبوها جدا. ووجبة سهلة واقتصادية، تنفع لغدا تنفع لعشاء، في اي وقت اعمليها. يلا بقى اللايك واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.